ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يعني هي بالرغم من ان هي جولة سهلة، الجولة الرابعة يعني على الورق سهلة وفي تجميع النقاط المفروض انها سهلة، لكن اختيارها هيكون صعب جدا في اختيار اللاعبين. طبعا هي سهلة بالنسبة للناس اللي خلاص تشكيلتها ثابتة مش عايزة تعمل وايلد كارد، فما فيش مشاكل. اي حد عندك موجود يعني في الفريق هتلعب بيه عادي، لان 90% من المباريات هي مباريات سهلة، باستثناء مباراة واحدة بس اللي هي مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، هي أصعب مباراة في الجولة. إنما التسع مباريات بصراحة هيكون فيهم كلهم ينفع، يعني يكون فيهم كابتنة كتير، هيكون فيهم إن شاء الله نقاط كتير، متوقع فيهم كلين شيت كتير. فهي مباريات يعني باين عليها كده جولة سهلة إن شاء الله، ولكن صعوبتها في الناس اللي عايزة تفعل الوايلد كارد. طيب، يعني أنت لو عايز تفعل الوايلد كارد دلوقتي، يعني نصيحة مني ما تفعلوش غير في حالة واحدة بس، لو تشكيلتك بايظة خالص، يعني مثلا عندك واحد زي بالمر على واحد زي ساكا في الفريق، عندك يعني المهم ناس من اللي هي إصاباتها كتير، ناس اللي بدأت تقعد على الدكة كتير الفترة الأخيرة زي دورجو اللي هو مدافع طبعا مانشستر يونايتد. يعني لو انت شايف ان التشكيله بتاعتك بايظه وما تستحملش مثلا ان انت تاجل التغيير، او انت شايف ان في لعيبه كويسه متالقه فانت عايز بسرعه تخطفها في فرقتك، واحد زي كالفيوري انت نفسك يكون معاك في تشكيلتك، واحد زي اسيميني ونفسك يكون معاك في تشكيلتك، واحد مثلا زي محمد صلاح اللي داخل على جوله سهله. يعني ناس كتيرة مثلا انت نفسك يكون في تشكيلتك وعايز تظبط تشكيلتك، فمن خلال يعني انك تفعل الوايرد كارت دي هتكون الصعوبة. مش بس الصعوبة في اختيار اللاعبين، لان احنا عندنا فريق زي ليفربول طبعا احنا كنا معتمدين على جاكبو، وكمان كنا معتمدين على ايكيتيك ان هم كفر لمحمد صلاح. ناس كتيرة ما كانتش واخدة محمد صلاح، فكانت واخدة جاكبو واخدة معاه ايكيتيكي، وفعلا الناس دول عوضوا احسن تعويض عن صلاح. بالدليل على كده ان واحد زي ايكيتيك الراجل كان جايب يعني ما شاء الله 22 نقطة، عندك واحد زي جاكبو جاب 20 نقطة، يعني 42 نقطة هما الاثنين، في حين ان محمد صلاح جاب 16. يعني الناس اللي خدت جاكبو وخدت ايكيتيكي بصراحة استفادت اكتر من الناس اللي اعتمدت على صلاح من بداية الموسم. لكن دلوقتي المشكلة ان خلاص ايكيتيكي وجاكبو في مشكلة بتواجههم، ان هو واحد زي ايزاك. طبعا لاعب زي ايزاك ده يلعب على اي حد في الدنيا، يلعب على جاكبو، يلعب على ايكيتيكي، احيانا ممكن يلعب على محمد صلاح نفسه. علشان كده ده هيكون مشكله بالنسبه لنا، فكده ما بقاش في غير محمد صلاح هو اللي ضامنينه اساسي فريق زي ليفربول. لسه مش عارفين واحد زي ايزاك هل هيلعب على حساب ايكيتيكي ولا هيلعب على حساب جاكبو ولا هيعمل تبديل بينهم. ولكن مع الايام الراجل كده كده هيلعب اساسي. فخلينا نشوف كده يا شباب، يعني انت عندك اغلب المباريات، انا شايف الناس اللي عندها مثلا لعيبه من الفرق اللي هقولها دي، خلاص مفيش مشاكل، خلي فرقتك زي ما هي، ما تلجأش للوايلد كارد. لو عندك 11 لاعب ضامن ان هم يلعبوا من الفرق اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، انصحك بلاش تستخدم الوايلد كارد. الوايلد كارد طبعا انت ازاي هتفعل وايلد كارد وانت مش هتحط فيه ايزاك؟ لان احنا لسه مش عارفين ايزاك هيبدا اساسي متى وهياخد كام دقيقه. ازاي هتفعل وايلد كارد وعندك ساكا وبالمر واسماعيل اصار اللي هم من ابرز اللاعبين حاليا مصابين؟ ازاي هتفعل الوايلد كارد وانت لسه عندك مباراة مثلا زي دفاع الارسنال لسه مباراته هتتعادل في الجولة السادسة، هتظبط في الجولة السادسة. فريق زي برضه زي مانشستر سيتي فرقته او مبارياته هتتظبط في الجولة السادسة. فاحنا عندنا الوايلد كارد افضل استخدام ليه زي ما قلنا قبل كده، بدءا من الجولة السادسة، ده فعلا افضل اختيار للوايلد كارد. علشان لو عايز تفعل بعديه البنش بوست في الجولة اللي وراها. انما انا شايف ان دلوقتي بصراحه لو تشكيلتك كويسه وفيها بعض اللاعبين اللي انت هتسمع اسمائهم دلوقتي، يعني لو عندك 11 لاعب من اللي انا هقولهم، خلاص خلي تشكيلتك زي ما هي. اول مباراه يا شباب عندنا هتكون بالليفربول وبيرلي. طيب مباراة سهلة على الورق، سهلة، المفروض ليفربول يفوز بنتيجة كويسة. يعني لو عندك أي حد من خط الدفاع ضامن هيلعب أساسي زي فان دايك، زي مثلا كمان يعني كيركز، اي حد انت ضامنه اساسي من فريق ليفربول في خط الدفاع وحراسه المرمى او خط الوسط زي جاكبو صلاح اكيتيكي، فما فيش مشكله ابدا بيه. طبعا واكيد ما فيش حد فينا الا عنده واحد او اثنين، او بل بعض الناس عندها ثلاثه من فريق ليفربول، فكده يا شباب في اول اثنين او ثلاث لاعبين معاك على الاقل موجودين. خلينا نقول مثلا مش هنقول ثلاثه، خلينا الناس كلها واغلب هتاخد مثلا اغلب الناس، خلينا نقول اثنين. فكده في اثنين لعيبه موجودين معاك في مباراه سهله. فلحد دلوقتي انت طالما عندك اتنين سهل، فخلاص انا كده مش محتاج وايلد كارد. طيب،
تاني مباراة يا شباب عندنا هي كريستال بالاس وساندرلاند، برضو مباراة سهلة على الورق، سهلة. المفروض كريستال بالاس يعني تتألق، يعني لو عندك حد من حراسة المرمى، عندك منيوز، عندك جويهي، عندك ماتيتا، طبعا اي حد من الاسماء اللي انت سمعتها دي، خلاص انت كده في التمام يا شباب. لان لو عندك فردة من كريستال بالاس في تشكيلتك فكده تمام، ابدأ بيها. ما عدا ان كان عندك اسماعيلية صرف بقى، فده يبقى حظك مش كويس، الراجل مصاب لسه مش عارفينه هيرجع مش هيرجع. ولكن لو عندك حد غير اسماعيلية صار من كريستال بالاس فكده تمام، انت مش محتاج اي وايلد كارت للجولة اللي بعد كده. طيب عندك كمان مباراة زي فولهام وليدز يونايتد، مباراة برضو على الورق سهلة. ليدز يونايتد احنا بنشوفه بيدافع كويس لكن ما بيهاجمش، يعني خاصة لو عندك حد على خط الدفاع فدي حاجة كويسة. انت برضو مش محتاج لعيبة، يعني لو عندك اي حد من فولهام امام ليدز كده انت في التمام. عندك بعد كده مباراة ارسنال ونوتنجهام فورست، يعني انا شايف ان مباراة 90% هيكون فيها كلين شيت للارسنال. يعني لو عندك حد من الارسنال على مستوى خط الدفاع او خط الوسط فما فيش مشاكل، او المهاجم جيوكروس او اي حد ابدا بالمباراه ده. كلنا شفنا نوتنجهام بتشيل 3-0 المباراه اللي فاتت، فما فيش مشكله لو عندك حد من الارسنال ابدا بيه. طبعا ما فيش حد فينا الا عنده حد من الارسنال في تشكيلته، فما فيش مشاكل لحد دلوقتي، تشكيلتك تمام. لو عندك حد من نوتنجهام فورست يعني على خط الدفاع انا شايف ما ينزلش، لكن لو عندك كريس وود فما فيش مشاكل ابدا بيه. المباراة اللي بعد كده برايتون وبورنموث، مباراة برضو ولا أروع. المباراة يكون فيها أهداف من كلا الطرفين، يعني لو عندك حد من بورنموث زي سيمينيو فما فيش مشاكل، أنت كده عندك كمان لعيب ضامن زيادة يلعب. وكمان لو عندك حد من برايتون ما فيش مشكلة، المباراة سهلة على فرق، على الكلا الفرقتين هيكون فيها أهداف ومباراة سهلة فما فيش مشكلة. أستون فيلا وإيفرتون نفس الكلام، عندك جريليتش، عندك طبعا روجرز، عندك اي حد عندك من الفريقين دول ابدا بيه المباراه عادي، المباراه قابله لكل شيء فما فيش مشاكل، هتجمع ان شاء الله نقاط من وراهم. بعد كده وولفرهامبتون ونيوكاسل نفس الكلام، عندك اي حد من نيوكاسل وخاصه على مستوى خط الدفاع سواء بوب او تريبيير او ليفريمنتو او اي حد من خط الدفاع ابدا بيه. الهجوم زي مشكلتنا معاه ان بدا يبقى فيه يحصل فيه روتيشن كتير، ولكن اعتقد ان هنشوف ايلانجا يبدا المباراه من الاول. كمان بعد كده عندنا مباراة توتنهام وويست هام، برضو المباراة 50-50، عندك باكيتا ابدأ بيه، عندك بوين ابدأ بيه، عندك حد من كلا الدفاعين سواء هنا أو هنا، عندك حد قدوس، جونسون، ريتشارلسون. المباراة قابلة لكل شيء يا شباب، عشان كده أنا شايف المباراة دي سهلة وكويسة. فأنت لو عندك حد برضو مش محتاج وايلد كارد. انا بقى المباراه اللي بعد كده يا شباب تشيلسي وبرنتفورد، طبعا برضو لو عندك حد من تشيلسي ابدا بيه، عندك حد برنتفورد انصحك ما تبداش بيه خاصه على مستوى خط الدفاع. وبرنتفورد عامه احنا ما بناخدش منها غير مدافعين، انما انت لو عندك حد من خط الوسط في تشيلسي او الدفاع او الهجوم ابدا بيه، اعتقد هتشوف من وراهم نقاط فما فيش مشكله، برضو مش محتاج اي وايلد كارد. المباراه الاخيره اللي هي مان يونايتد وطبعا مانشستر سيتي، فمش مشاكل، الناس اللي عندها هالاند عادي هتبدا بيه، الناس اللي عندها مبويمه هتبدا بيه، الناس اللي عندها مثلا يعني اي حد من خط الدفاع، المباراه وارد تطلع 0-0 وارد يطلع فيها اهداف، فما فيش مشكله، برضو مباراه كويسه لتجميع النقاط. اذا يا شباب احنا مش محتاجين الوايلد كارد كتير غير لو عندنا مشاكل كتيره في فرقتنا، فما فيش مشاكل في اللحظه دي ممكن استخدم الوايلد كارد. طيب ابرز اللاعبين المتوقع يعني تالقهم او ان احنا نفكر فيهم شويه لو هم مش موجودين في تشكيلتنا، اول واحد محمد صلاح، اللي متوقع ان في الثلاث جولات اللي جايين مستواه يعلى وتكون عليه طبعا يعني لعيبه كتيره او لعيبه فانتزي كتيره بتبدا تشتري محمد صلاح نظرا لسهوله المباريات، لان الثلاث جولات الجايين هم دول مباريات كابتنه محمد صلاح. عشان كده انا شايف اهم لعيب لازم يدخل تشكيلتك هو محمد صلاح. تاني لعيب يا شباب هو سيمينيو، اللي هو طبعا لاعب بورنموث، الراجل بيقدم مستويات مميزه، الراجل ده بالظبط اعتبره ان هو مبيمو بتاع برنتفورد. عشان كده انا شايف ان سيمينيو معاك في تشكيلتك هو نفس مبيمو اللي كان بيعمله الموسم اللي فات. هنشوف الموضوع ده بيتكرر بس مع سيمينيو، يعني سيمينيو يعتبر مثلا على مبيمو بس على صغير. عندك بعد كده واحد زي جواو بيدرو، من اهم اللاعبين اللي لازم نحط عينينا عليها برضو الفتره اللي جايه. الراجل يعتبر رقم واحد في تشيلسي، الراجل هو الهداف، الراجل هو اللي بيقوم بكل حاجه، الراجل برضو بقى معاه ضربات الجزاء، فيعتبر من اهم اللعيبه. عندنا كمان مبويمو، ما يزال الراجل بدا يستعيد كثير من الفورمه بتاعته، الراجل بدا يستعيد كثير من مستواه. عشان كده انا شايف مبويمو سيظل هو مبويمو، برضو من افضل اللاعبين اللي لازم تحطها تحت عينيك. جريليتش الراجل اللي مقدم مستويات مميزه، وبيجي كل مباراه بنشوف بيطلع ببونص واثنين، وراجل ما شاء الله يعني بيصنع اهداف، باقي له بس احراز الاهداف، الراجل هنشوف منه
بكتير الموسم ده. كمان عندنا انزو فرنانديز من اهم اللعيبه اللي انت لازم تحط عينك عليها الفتره اللي جايه. الراجل طبعا مع غياب بالمر واستمرار غياب بالمر هنشوف الراجل هو اللي بيقوم بالدور الهجومي، وهنشوفه بيحرز اهداف كتير، والراجل سعره كويس. عندنا كمان ماتيتا رغم سوء وست هام، لكن ماتيتا يظل ان هو مع ضربات الجزاء، ماتيتا يظل هو افضل لاعب في وست هام الفتره الحاليه. ماتيتا الراجل ممكن يحرز في اي وقت وفي اي مباراه، عشان كده يعني حط عينك عليه. اسماعيل صار من ابرز اللاعبين، ولكن للاسف هو مصاب الراجل، لكن الراجل لو رجع من الاصابه فمفيش مشاكل، حط عينك عليه. عندنا برضو جيوجريس اللي هو مهاجم طبعا ارسنال، برضو الراجل من اللعيبه اللي انت لازم تحط عينك عليها الفتره اللي جايه، والراجل ما شاء الله يعني مستواه كويس، والراجل هنشوف منه اهداف كتير. عندك كمان بالنسبه على مستوى خط الدفاع عندك واحد زي كالافيوري، وواحد زي منيوس، وواحد زي تشالوبا، وواحد زي كوكوريا. الاربع لعيبه دول هيعتبروا افضل اربع مدافعين حاليا في الدوري الانجليزي بالنسبه للنقاط بتاعهم. فكالافيوري من اهم اللعيبه اللي لازم تدخل تشكيلتك، مع واحد زي منيوس برضو عنده مباريات سهله، والراجل يعتبر ما شاء الله من افضل اللعيبه. كمان واحد زي تشالوبا او كوكوريا، واحد من الاثنين لازم يدخل تشكيلتك. كمان في ايكيتيك وجاكبو وايزاك، ولكن احنا مش عارفين مين اللي هيبدا فيهم، فمش مشكله، خليك على ايكيتيك وجاكبو لحد ما نشوف ايزاك هيدخل في اي وقت وفي اي مباراه، وامتى هيكون اساسي، في وقتها هيكون الاعتماد عليه. عندنا كمان زي ما قلت لك باكيتا يعتبر من اهم اللعيبه، وعندك كمان ماتيتا اللي هو راس حربه كريستال بالاس، برضو من اللعيبه اللي لازم تحط عينك عليها الفتره اللي جايه. كمان في برونو فرنانديز من اهم اللعيبه، الراجل مع ضربات الجزاء، الراجل لولا ضربه الجزاء اللي ضيعها في مباراه كان زمانه يعتبر اعلى لاعب في خط الوسط حاليا مجمع نقاط. دي يا شباب اهم اللعيبه. زي ما قلت لك لو انت مش محتاج وايلد كارت خلاص مش مشكله، انما انت لو عندك غيابات كتيره يبقى لازم لابد من الوايلد كارت. وبكره ان شاء الله هننزل لكم افضل تشكيله وايلد كارت للجوله الرابعه. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.